اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الورد ومساء الفل ومساء الياسمين على أحلى متابعين مطبخ الرضا. بحبكم في الله. تعالوا بسرعة كده نقول المثل اللي بيقول الخواجة لما بيفلس بيدور على دفاتره القديمة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني أنا لما قمت كده متأخرة وكسلانة ومش قادرة أطلع أشتري حاجة، جريت بسرعة على الفريزر عندي وفتحته لقيت فيه كيسين بسلة كده فريزن. رحت مطلعاهم بسرعة وقلت هنعملهم مع بعض النهاردة. طب ليه كده والبسلة الخضراء الجميلة الحلوة الشتوية موجودة؟ ما انا قلت لكم يا جماعة الخواجة لما بيفلس. عملنا ايه بقى؟ طبعا قمنا كده قلنا هنعمل مع بعض بسلة كده باللحمة. اول حاجة طبعا جبنا اللحمة زي ما انتم شايفين، وطبعا انتوا عارفين طريقتي في اللحمة مش هقول لكم عليها. معلقة سمنة بلدي حلوة كده وبنزل عليها باللحمة بديها صدمة كده واشوحها واقلبها كده مع السمنة البلدي. وبعد كده بروح نازلة عليها بطماطماية وجزراية وبصلاية اللهم صل على سيدنا محمد وقرفة وكبابة صيني وفلفل اسود وحبهان وكل الحشتكبانات دي. احطها عليها وارجع بعد كده كانت المية سخنة واروح منزلاها عليها. عايزة اللحمة بتاعتي دي تكون نص تسوية. اشمعنى نص تسوية؟ عشان انا عايزة الشوربة بس. انما لو انا ما عندي شوربة ما كنتش كمان عملتها نص تسوية، كنت نزلت على البصلة بيها على طول وكملت تسويتها مع البسلة. بس انا بقى اعملها نص تسوية والنص التاني هكمله مع البسلة. طبعا معايا بصلاية حلوة كده محترمة، نزلت بالبصلايه كده مع الماده الدهنيه اللي حابه تحطيها. طبعا الماده الدهنيه دي بتاعتك انتي. وطبعا خليت البصله يا دوب اتدبلت كده ونزلت عليها باللحمه عشان اشوح اللحمه مع البصلايه. واول ما ريحتهم تطلع انزل عليهم بمعلقه محترمه من التوم. التوم طبعا برضو كان متفرز. نزلت بمعلقه التوم زي ما انتم شايفين وهبدا اشوح اللحمه مع البصلايه مع التوم لحد ريحتهم ما تطلع. صدقيني الخطوة دي بتخلي لك البسلة تحفة وبتاكلي أحلى بسلة. ما تقوليش لا ناشفة، ما تقوليش البسلة مرضيش تستوي، ما تقوليش أي حاجة سواء مفرزاها أو بسلة خضرة. اعمليها بجد هتبقى حلوة قوي، بس هي في طريقة بس اختلاف أنا هنا عملته وهقول لكم عليه واحنا ماشيين خطوة بخطوة. طبعا دلوقتي زي ما انتم شايفين معايا فلفل اسود ومعايا شطة ومعايا كمون ومعايا بابريكا، هم دول اللي انا بحطهم مش بحط حاجة تانية. هنزل بقى على التوابل بتاعتي ديت واول ما ريحة التوابل تطلع هنكون جاهزين بالباقي. وهشوح يا جماعة كده زي ما انتم شايفين. طبعا انا البسلة الخضراء اللي هي بسلة الشتاء الجميلة اللي موجودة حاليا بنزل بيها مع اللحمة واشوحها كمان. التشويحة دي بقى بتخلي تشويحة البسلة مع اللحمة او تشويحة البسلة مع البصلة والطماطم بتخلي البسلة عندك لا تبقى ناشفة وبتستوي على طول وبتبقى جميلة. طبعا انا عشان طبعا الطبخة ديت برعاية الفريزر النهاردة وكله فريزن كده مع بعضه، فقلت لا انا هعملها بطريقة تانية مختلفة. طبعا فضلت اشوح زي ما انتم شايفين واقلب كده لحد الريحه ما طلعت عليا كده حاجه تجيب النفس، واللحمه نزلت البهاريز اللي فيها كده في قلب بقى مع البصلايه والتومه والريحه وصلت لاخر الدنيا. فقلت كده تمام والدنيا زي الفل. نزلت عليها بالطماطم على طول. يبقى البسله الخضراء اللي هي الصبحه بتاعتنا دي بشوحها مع اللحمه، وان شاء الله هعملها لكم مره تاني معاكم. انما الفريزر اللي هي بتكون فريزن في التلاجة لا دي بقلب بقى كده، واول ما هتتسبك معايا واللحمة كده تنزل بقى كل الحاجات الحلوة بتاعتها كده مع الصلصة هنزل عليها بالبسلة. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده بدأت دلوقتي ايه، هي دلوقتي يا دوب هتقلب معايا قلبة. طبعا هي طالعة متلجة زي ما انتم شايفين كده. فانا يا دوب هروح منزلة على طول بالبسلة معاها تستوي مع بعضها. طبعا انا ما سبتهاش تفك، البسله مغسوله من قبل اي حاجه، فقلت هما بقى ايه هيستووا مع بعض او البسله كده هتاخد وقتها وهيستووا الاتنين مع بعض. نزلت بقى بالبسله. طبعا البسله دي على الجزر، بس نصيحه مني يا جماعه، يا ريت اللي يفرز بسله ما يحطش الجزر معاها. البسله دي على فكره الكيس ده انا مش عاملاه جديد، ده البسله دي عندي من السنه اللي فاتت، كان اخر كيسين ما عندي من السنه اللي فاتت. نزلت عليهم بقى بمعلقه سكر زي ما انتم شايفين كده، وهظبط الملح بتاعي. ولو عندك باكو من المرقه الماجي نزليه مفيش مشكله. طبعا هسيبها كده وهي مع نفسها بقى هتفك مع نفسها كده، وهيبداوا يتسبكوا مع بعض وهيبقوا حاجه كده من الاخر.
زي ما انتم شايفين. ما تقوليش التلج يا ام احمد مثلا انت حطيتيها والتلج وكده مش هتتأثر اطلاقا، بل بالعكس هتستوي سوى كهرمان. زي ما انتم شايفين بسم الله تبارك الرحمن، شكل البسلة يجيب النفس وخضرة زي ايه. العيب الوحيد اللي كان في البسلة دي ان الجزر كان معاها. لا، نصيحة، فرزي البسلة لوحدها والجزر اعمليه لوحده، ما تعمليش الاتنين مع بعض. بدأت زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده، هي فكت معايا خالص وبقت زي الفل، ونشفت كمان بقى، هي خلاص شربت بقى ونشفت وبقت زي الفل معايا. وده بيسرع تسوية البسلة على طول، يعني لما بتعملي فيها الطريقة دي البسلة كده بتسرع تسويتها وبتاخدش معاكي اي وقت خالص. كانت زي الفل، اللحمة بتكمل تسويتها، البسلة واللحمة تشربوا من بعض، ما شاء الله عليها كانت زي الفل معايا. شوفوا نازلة ما شاء الله زبدة مستوية، ما تقلقيش منها اطلاقا، مفيش واحده وواحده، كلها زي الفل. دلوقتي بقى هبدا ازودها الشوربه بقى كده واسيبها تغلي بقى مع بعضها كده، حاجه كده زي العسل. يتقال لها ايه سيدي يا سيدي، ما قلناهاش من زمان. اكلات الشتاء الجميله جدا، الشتاء كلها صحه وكلها اكل، يعني تحسوا ان اكلات الشتاء بتبقى كتيره. وبصراحه بجد يعني اكلاتها يعني تحس حاجات صبحه كده، بتاكلي حاجات صبحه وجميله. عايزه تفرزي، بيبقى التفريز كله في الشتاء كمان جميل جدا، الخضار كله بيبقى صابح حاجه كده، بصراحه بتبقى زي الفل. طبعا رز بشعريه جنبها، بس انا كان عندي بقى حله محشي محترمه سويتها جنب البسله دي. ازاي انا يا جماعه من يعني بعشق اكل البسله بالمعلقه، بحبه جدا اكله بالمعلقه. سويت المحشي جنبها والبسله كانت باللحمه زي ما انتم شايفين، وخلاص البسله بتاعتنا مستويه سوا زي الفل. اللحمه كمان ما شاء الله عليها تبارك الرحمن، استوت كملت سواها، وكمان بيبقى ليها طعم حلو جدا يا جماعه وهي في الصلصه بتاعتها. طبعا انت بتتابعي الاكله بتاعتك وبتشوفي بقى طول ما يعني طول ما هي عايزه ولسه ما استوتش بتظبطيها. هنا بقى كان الملح بتاعنا، فقلنا بقى ايه هنظبط الملح بتاعنا كمان، علشان كده خلاص بقى اللحمه تبدا تشرب من الملح. شايفين بقى اللحمه دايبه دوب مستويه ما شاء الله عليها زي الفل. اهم حاجة اول ما تبدأي في اي اكل تعمليه سمي الله، صلي على رسول الله. وطبعا حاجة جميلة جدا يا جماعة انا متعودة عليها، بحب دايما الاكل بتاعي اقرأ عليه سورة لإله في قريش، لان لإله في قريش دي هي السورة اللي فيها الطعام، اللي ذكر فيها الطعام في القرآن. فسبحان الله يعني بتخلي الاكل بتاعك حلو، بتخليه فيه بركة، بتخليه فيه طعم من الاخر. ما تقوليش بقى نفس وغيره، لا طبعا بيبقى بجد فيه طعم حلو قوي. فدايما بحب اقرا سوره ليلى في قريش على الاكل بتاعي. وزي ما انتم شايفين بقى حله المحشي بتاعت ام احمد يا سيدي، حاجه كده تتاكل اكل لوحدها، وبسم الله ما شاء الله حاجه من الاخر يعني. احنا من عشاق المحشي كمان، والبسله حاجه زي الفل بسم الله تبارك الرحمن. كان معانا طبق المحشي بتاعنا زي ما انتم شايفين، والبسله تجيب النفس بصراحه، طالعه زي الفل معايا، اللحمه دايبه، البسله مستويه سوى كهرمان. اعمليها بقى وكليها بالمعلقه، وهي اساسا مسكره جدا يا جماعه. طبعا هو اللي كان بيخزنها المفروض كانت اتخزنت من شهر فات، يعني انا بحب جدا تخزين اي خضار في شهر 12، بجد بيبقى الخضار حلو قوي، اي تخزين خضار في شهر 12 بيبقى حلو. شايفين اللحمه كمان مستويه ودايبه وزي الفل. ومعانا طبق المحشي زي ما انتم شايفين، صوابع الست يا جماعه. حاجه كده بجد من الاخر، حاجه جميله جدا. يا رب الفيديو بتاعي ده يعجبكم، يستاهل من ايدكم الحلوة احلى لايك. قومي بقى كده، ما تكسليش، الحاجات اللي بنفرزها بجد في التلاجات ديت بجد بجد بتنفع، وبتبقى يعني حلوة قوي قوي. بتيجي في وقت قايمة فيه متأخرة كسلانة تعملي أكل، بتلاقي الحاجات دي موجودة. يلا بقى سبسكرايب ولايكات لمطبخ الرضا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.